في العالم ديالنا كاين واحد الدولة محاصرة بالجبال والبارانويا، حتى شي واحد ما كيقدر يدخل ليها وحتى شي واحد ما كيقدر يخرج منها. ما فيها لا كنائس، لا مساجد، لا أذان ولا دين، لا في الزنقة ولا في الديور ولا حتى في القلوب. دولة علنات رسميا أن الدين جريمة وأن الصلاة خطر على الأمن القومي. يقدر يبان لك أن هادشي رواية خيالية، ولكن في الحقيقة راه قدام واحدة من أغرب التجارب السياسية والدينية في التاريخ الحديث ديال أوروبا. اليوم غادي نكتشفوا البلاد اللي عاشت الفقر في عز العزلة وعلنات الحرب، ماشي غير على الجيران ديالها والأعداء، ولكن حتى على الإيمان ديالها. ألبانيا في منتصف القرن العشرين تولى الزعيم الشيوعي أنور خوجة الحكم، وساق البلاد في واحد المسار اللي حتى شي زعيم أوروبي ما زعم يمشي فيه. حول ألبانيا لبحال سجن جماعي مسدود، الدولة كتراقب كل شي وكتدبر كل شي وكتخاف من كل شي. خلال فترة الحكم ديالو قطعت ألبانيا علاقتها أولا مع المعسكر السوفيتي ومن بعد مع الصين وحتى مع أقرب حلفاء ديالها، وولات دولة بلا حلفاء، بلا أصدقاء وبلا ثقة في شي واحد. وبطبيعة الحال العزلة السياسية ما كانتش كافية، حيث في سنة 1967 أعلن النظام أن ألبانيا ولات أول دولة ملحدة رسميا في العالم. الدولة سدات المساجد والكنائس وتحول بزاف منهم لقاعات رياضية ولا مخازن ديال الحبوب. الصيام ولا ممنوع وأداء الصلاة كيتعاقب عليه، وحتى مجرد حمل الرموز الدينية كان محظور. ومن شدة الخوف ديال النظام من الغزو أمر خوجة ببناء أكثر من 170 ألف ملجأ إسمنتي. هاد الملاجئ كانوا منتشرين في كل بلاصة، في السواحل، في الجبال، في الأحياء وحتى وسط الحقول. الخوف من العالم الخارجي كان حقيقي، لدرجة أن البلاد ولات كتعيش في زمن واقف، ما كيتقدمش وما كيتغيرش. ولكن من بعد وفاة خوجة سنة 1985 بدأ الحصار الداخلي كيتفك، ومع انهيار الاتحاد السوفيتي تحولت ألبانيا تدريجيا نحو الديمقراطية. البلاد تفتحات وطاحت الشعارات القديمة، ورجعوا الناس كيقلبوا على الإيمان الضائع وعلى الهوية اللي تخنقات لعقود. اليوم ألبانيا بلاد ديمقراطية، والعاصمة ديالها تيرانا مدينة حديثة نسبيا، ولكن ماضيها كيبان من كل زاوية. عدد السكان ديالها كيدوروا حوالي 2.8 مليون نسمة، معظمهم من المسلمين إلى جانب أقلية كاثوليكية وأرثوذكسية. ولكن مع ذلك آثار العقود الطويلة ديال الإلحاد القسري مازال كاينة، حيث الدين في ألبانيا كيبان بحال شي حاجة شخصية وما كيتعرضش بزاف، كيف ما هو الحال في دول أخرى ذات أغلبية مسلمة. أما اقتصاديا ألبانيا ما زالت من أفقر دول أوروبا، فساد منتشر، معدلات البطالة مرتفعة، والهجرة هي الحلم ديال بزاف ديال الشباب. ورغم أنها كتحاول تنضم للاتحاد الأوروبي، ولكن الطريق مازال طويلة ومعقدة. وما بين الماضي الثقيل والطموح الأوروبي، ألبانيا كتوقف في مفترق طرق، لا هي جزء من الغرب بالكامل ولا هي باقية في الشرق. ولكنها كتملك طبيعة خلابة وجبال شاهقة وسواحل ساحرة على البحر وتراث تاريخي غني بزاف، من العهد العثماني مرورا بمقاومة والاحتلال. ألبانيا اليوم ما بقاتش كيف ما كانت، ولكن مازال ما ولاتش كيف ما بغات تكون. البلاد خرجت من الظلام والظلم، ولكن مازال كتقلب على الضوء. وبهذه الكلمات كنكونوا سالينا الحلقة ديال اليوم. ما تنسوش تخليوا الآراء ديالكم في التعليقات والإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. شكرا لكم على المشاهدة، ونتلاقاو في الحلقة المقبلة بإذن الله.